نجم منتخب المغرب أشرف حكيمي قبل مباراة النهارده مع المنتخب البرتغالي في سبورت جامد جدا ليه من زوجته هبة عبوك. هبة عبوك دي ممثلة أسبانية شهيرة من أصول عربية، اتعرف عليها أشرف حكيمي في أسبانيا وتزوج منها. طبعا الزواج اللي هو اللي بره اللي في أوروبا كده، يعني مش هو طبعا هم مسلمين يعني، لكن ما تزوجوش زواج رسمي على الشريعة. هي أشرف حكيمي وهبة عبوك هم هبة أكبر من أشرف ب 12 سنة، يعني هبة من مواليد 1986، أما أشرف فهو من مواليد 1998. هبة أصولها عربية، هي والدها ليبي ووالدتها من أصل تونسي، وهي زي ما قلنا فنانة مشهورة. بدأت مسيرتها الفنية سنة 2008 واشتهرت قوي في فيلم ذا برنس. جسدت في دور فتاة اسمها فاطمة. هي بتتحدث ال5 لغات، يعني ما شاء الله تخيلوا، غير العربية بتتحدث أسبانية وفرنسية وإيطالية وإنجليزية، يعني هي موسوعة. هو ثروتها يقال ان هي ثروتها وصلت ل6 مليون دولار في هذه الايام. اما اشرف حكيمي طبعا زي ما احنا عارفين نجم المغرب، هو بدأ في اكاديمية ناشئي ريال مدريد سنة 2006. غير مركزه، كان الاول كان بيلعب في مهاجم، ثم راح جناح لغايه دلوقتي. طبعا هو في باريس سان جيرمان دلوقتي ظهير ايمن وناجح جدا وحاجه عالميه. لعب مع كاستيا وريال مدريد في 2016، ولما زين الدين زيدان درب الفريق الاول في ريال مدريد انضم في 2017 بمعرفه زيزو. اول مشاركته كانت في اكتوبر عام 2017 في الدوري الاسباني. هو كان اول لاعب عربي يمثل منتخبا عربيا يلعب في صفوف ريال مدريد. في صيف 2017 منح العديد من الخبرات باعتباره انه انتقل الاعاره لمده عام لنادي بروسيا دورتموند، دي اثقلته جدا، وانتقل بعد كده للعب في نادي انتر ميلان ب 40 مليون يورو و5 مليون يورو مقابل رسوم انتقال. وفي 6 يوليو عام 22 او 21 مع باريس سان جيرمان عامل عقد 6 سنين مقابل 70 مليون يورو. مشكلة هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي إن هي طبعا هي واخدة على الفنانين بقى الأسبان الأوروبيين، فبص يعني منفتحة جدا وعاملة له مشاكل كتيرة جدا مع المغاربة. طبعا انتوا عارفين أصل المغاربة دول ناس يعني عرب أحرار، فبصراحة هي لبسها بيعمل مشكلة معاه، تصرفاتها بيعمل مشكلة معاه، فدي عاملة له مشاكل كتير جدا. طبعا اشرف علاقته بوالدته ووالده علاقه قويه جدا جدا، دايما بيبر والديه وبيهتم بيهم، وبيحاول، هو بيقول يعني ان هو بيحاول يعوضهم عن سنوات الشقاء، لان هم زي ما احنا عارفين كانوا يعني ناس بسطاء برضه بتشتغل. والدته كانت عامله في البيوت ووالده كان نفس الحكايه. اشرف وهبه عندهم ولدين، الابن الاول امين، والابن الثاني لسه رزق بيه في سنة 2022 اللي هو نعيم. حتى نعيم في هم ادوا لقب واسم، سموه اسم نعيم حكيمي ابو خريص. نعيم ده اسم الولد، حكيمي لقب اشرف، وابو خريص لقب هبه، يعني سموا الولد اسم مركب. وقالت هبه في مقابله تلفزيونيه هي واشرف، قالوا ان هم حبوا يسموه الاسم ده عشان يجمع ما بين العيلتين وما بين الاسمين. طبعا صديقي انا عارف انك معجب بالقناه، اشترك دلوقتي في قناتنا على اليوتيوب 21 فان ستريت وفعل زر الجرس واعمل لايك وشير علشان يصلك كل جديد. شكرا والى اللقاء.